يا مساء الخير والبركة على كل متابعين أكلنا بالمصري. النهاردة هنعمل مع بعض طبق من أسهل وأسرع الأطباق اللي تقدري تعمليها للغدا. هنعمل النهاردة الكبد والقوانص بطريقة بسيطة جدا بس فعلا طعم هايل. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. في الأول كده بسم الله، معايا تقريبا نص كيلو من كبد الفراخ والقوانص، بغسلها غسلة بسيطة وبصفيها. بعد كده بحط لهم معلقة كبيرة ملح وعصير نص ليمونة كبيرة، وآخر حاجة وأهم حاجة معلقة صغيرة جنزبيل بودر. الجنزبيل البودر هو ده الوحيد اللي مش هيخلي للكبده ريحه وحشه خالص. جربي المكونات دي مع بعض مع الجنزبيل وشوفي بنفسك قد ايه الكبده هتبقى ريحتها جميله جدا. في ناس كتير قوي بتغسل بالميه والخل وحاجات كتير، احيانا بتسيب ريحه زفاره. المهم ان احنا هنقلب الحاجات دي كده مع بعض، وهنسيب الكبد والقوانص لمده ربع ساعه. بعد كده هبتدي ان انا افصل القوانص لوحدها وهغسلها تاني كويس، وبعد كده هصفيها وهحط شويه ميه صغيرين على النار علشان انا هسوي القوانص الاول، لان هي بتغيب على النار فمش هينفع اسويها مع الكبده على طول. فهديها غلوتين 3 كده على النار. بس هحط في الميه واحده كده من ورق اللوري والحبهان وشويه صغيرين من الفلفل الاسود، وهسيب القوانص كده 5 دقايق على النار. بعد كده هاخد الكبده اغسلها واحطها في المصفى الصفة، وهجيب بصلتين بحجم وسط او حجم كبير. والبصل هنا الكميه بتاعته اختياري، يعني تقدري تحطي كميه كبيره جدا من البصل وتقدري تحطي كميه بسيطه جدا. هخرط البصل تخريط رفيع كده مكعبات صغيره، او ممكن ان انتي تقطعيه شرايح. بعد كده هشيل القوانص من على النار، انا سبتها تقريبا 5 دقايق بس، وهبتدي اسوي على طول. بجيب الطاسه بحط فيها شويه صغيرين من الزيت وبنزل بالبصل المتقطع، وهبتدي هنا ان انا اقلبه كده واديله تشويحه حلوه لحد ما يدخل لونه كده في اللون الاصفر. يعني لازم البصل يستوي، ما ينفعش ان انا احط الكبده والبصل لونه فاتح، طعم الكبده مش هيبقى حلو. فاول البصل كده ما يصفر ببتدي احط معلقه صغيره من الثوم المفروم وهشوحهم مع بعض. مجرد ما الثوم ريحته تطلع وبرده هو كمان ياخد اللون الاصفر، ولازم البصل والثوم يبقوا باللون ده، هبتدي هنا انزل بالكبده. بس الكبده عندي هنا انا ما سبتهاش كده قطعه سليمه، بعد ما غسلتها وحطيتها في المصفى الصفة من الميه، قطعتها كده لحتتين 3، يعني كل كبده واحده من كبده الفراخ يعني قطعتها لحتتين 3. ونزلت بالكبده وهبتدي ان انا اقلبها. هنلاحظ شويه بشويه كده الكبده لونها بيغير وبتبتدي تدخل في سوا، بس مجرد ما اللون بتاعها يغير على طول هبتدي ان انا انزل بالقوانص. القوانص عندي كده يعتبر مستويه، بس انا كده هكمل بقيه التسويه يعني، او هديها تشويحه مع الكبده. دقيقتين 3 بلاقي ان الكبده خلاص استوت. بعد كده بحط معلقه صغيره تاني من الثوم المفروم، دي بحطها في الاخر، بس مش هسيبها نية كده، هديها برضو تقليبة دلوقتي. وبعد كده هحط ربع معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة والكمون والفلفل الاسود وبهارات الفراخ، ورشة بسيطة من الجنزبيل البودر، وهحط ربع معلقة صغيرة برضو من الملح، وهقلب المكونات دي كلها مع بعض. بس المهم ان المقطع الاخير بتاع التوم يعني جري شويه، لكن التوم طبعا انا حطيته وقلبته تقلبتين 3 لحد ما دبل شويه، فريحه التوم طلعت كده اللي هي المعلقه الاخيره، كانت ريحتها حلوه قوي. بعد كده هنحط البهارات بتاعتنا والتوابل، وبكده خلاص الكبده بتكون جاهزه. مش بتاخد وقت على النار، وجبه سهله وسريعه وكمان مش مكلفه كتير، وتقدري تعمليها على الغدا، مش هتحتاج اكتر من شويه بطاطس محمره جنبها. طعمها حلو قوي، متبله حلو قوي. وجربي ان انت الاول تنقعي الكبده مع المكونات اللي شفتيها، ان شاء الله هتلاقي ريحتها جميله. وجربوا الطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم، والسلام عليكم.